عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من قناة حبوبة. انا عارفة اني بقالي فترة كبيرة جدا ما نزلتش فيديوهات، ويمكن ناس كتير كانت مستغربة انا اختفيت ليه. بس رجعت النهاردة بفيديو مهم جدا، مش عايزة اي حد يفوته. استنوا بس، قبل ما يوم عرفة يعدي كأي يوم عادي لازم تشوفوا الفيديو ده للنهاية. عارفين ان ممكن يوم واحد بس يغير حاجات كتير جدا في حياتكم؟ يوم دعوة فيه ممكن تتقبل، هم يخف، ذنب يتغفر، وأمنية شايفينها مستحيلة تبقى أقرب مما تتخيلوا. بس للأسف ناس كتير جدا يوم عرفة بيعدي عليهم من غير ما يحسوا بقيمته ولا يستغلوه صح، وفجأة يلاقوا اليوم خلص وهم عملوا أقل من القليل. وعشان كده الفيديو ده هيفرق معاكم بإذن الله. هقول لكم ازاي نجهز ليوم عرفة من الليلة اللي قبله، نعمل ايه طول اليوم خطوة بخطوة، أهم الأدعية وأكبر الأخطاء اللي بتضيع اليوم من غير ما نحس. فلو ناوي تستغل يوم عرفة السنة دي صح، كمل الفيديو للنهاية ويلا نبدأ. أول حاجة لازم نفهمها، يوم عرفة مش يوم عادي خالص، ده يوم عظيم جدا عند ربنا، يوم فيه رحمة ومغفرة وعتق من النار، ويوم ربنا بيستجيب فيه دعوات كتيرة جدا. بس المشكلة إن الناس كتير بتتعامل معاه كأنه يوم عادي، تنام متأخر، تصحى متأخر، تمسك موبايل طول اليوم وتقول لسه بدري، وفجأة تلاقي المغرب أذن واليوم خلص. عشان كده أهم حاجة الاستعداد من الليلة اللي قبليه. قبل ما تنام اقعد دقيقة كده مع نفسك وقول: يا رب بلغني يوم عرفة على خير ووفقني أستغله صح. النية دي بسيطة جدا بس ليها معنى كبير. تاني حاجة، جهز نفسك نفسيا، اكتب في دماغك ان بكرة يوم مختلف، يوم مش شبه اي يوم تاني. تالت حاجة، نام بدري على قد ما تقدر عشان تصحى نشيط ومش مرهق. طب نخش على يوم عرفة نفسه. اول ما تصحى اهم حاجة بلاش تمسك الموبايل، دي اهم نصيحة في الفيديو كله، لان اول ما تمسك الموبايل اليوم بيضيع واحدة واحدة من غير ما تحس. ابدأ يومك بهدوء، وضوء، صلاة، وافتكر انك داخل يوم عظيم. ولو تقدر تصوم يوم عرفة فده فضل كبير جدا، والصيام بيخلي القلب أهدى وأقرب لله. بعد كده ابدأ بحاجة بسيطة جدا، تذكر ربنا: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، استغفر ربنا. لأن ممكن ذكر بسيط بإخلاص يبقى سبب في تغيير كبير جدا. ما تنساش تشغل التكبيرات طول اليوم. بعد كده القرآن، حتى لو صفحة أو صفحتين بس، المهم تكون حاضر بقلبك مش بس بعينك. مفيش حاجة اسمها لازم ختمة كاملة، المهم إنك تقرأ على قد ما تقدر. دلوقتي أهم جزء في يوم عرفة كله، الدعاء. بس قبل الدعاء لازم تفهم حاجة مهمة جدا، الدعاء مش كلام بيتقال وخلاص، الدعاء يقين. ادعي وانت متأكد ان ربنا قادر يغير اي حاجة في ثانية. ادعي بكل اللي نفسك فيه، مستقبلك، اهلك، صحتك، دراستك، حاجات نفسك تحصل من زمان، حتى الحاجات الصغيرة. وما تقلقش، انا دعيت قبل كده ومفيش حاجة حصلت. احنا مش بنشوف وقت الإجابة، لكن ربنا بيختار الوقت الصح. الحاجات اللي دعيت بيها ما حصلتش، لكن ممكن تلاقيها حصلت بطريقة مختلفة تماما عن الطريق اللي انت ماشي فيه. ومن الحاجات المهمة جدا، اكتب دعواتك قبل اليوم، اكتب كل حاجة في ورقة أو على الموبايل: يا رب اهديني، يا رب حقق لي حلمي، يا رب ارزقني الخير كله. لأن وقت الدعاء ساعات بننسى حاجات مهمة واحنا متأثرين. طيب ايه أكبر أخطاء ممكن تضيع يوم عرفة؟ أول حاجة هو إنك تمسك الموبايل، سوشيال ميديا، ريلز، فيديوهات، وبدون ما نحس اليوم بيضيع.
مش لازم نقفل الموبايل تماما، بس نقلل جدا جدا. تاني حاجة التأجيل. لسه بدري، لسه قدامنا وقت، لسه اليوم طويل، وفجأة تلاقي اليوم انتهى. تالت حاجة الإحباط. أنا مقصر، مش هعرف أستغل اليوم. لأ، اليوم ده فرصة جديدة لكل الناس. وأهم وقت في يوم عرفة كله هو قبل المغرب. الوقت ده بجد مختلف. حاول تقعد في مكان هادي، ابعد عن أي مشتتات، وابدأ ادعي من قلبك. ادعي ببساطة: يا رب، يا رب طمن قلبي، يا رب فرج همي، يا رب قربني منك أكتر، يا رب اكتب لي الخير في حياتي. وادعي بكل حاجة نفسك فيها، واطلب كل حاجة من ربنا. في اللحظات دي افتكر حاجة مهمة جدا: يمكن يوم عرفة ده السنة دي يبقى نقطة تحول في حياتك. يمكن دعوة واحدة فيه تغير حاجات كتير جدا بعد كده. وفي النهاية أتمنى جدا إن الفيديو يكون فاتكم ولو بحاجة بسيطة. ما تنسوش إن يوم عرفة فرصة عظيمة جدا، ومش بيتكرر غير مرة في السنة، فما تضيعوش على أي حاجة ملهاش قيمة. ولو الفيديو عجبكم أو حسيتوا إنكم استفدتوا، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، لأن الفترة اللي جاية هنزل فيديوهات كتيرة قوي، فيديوهات قوية جدا عن العيد وعن تنظيم الوقت والدراسة وحاجات كتير هتفيدكم بإذن الله. اكتبولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة ناويين تعملوها يوم عرفة، واشوفكم في فيديو جديد قريب جدا. كل سنة وانتم طيبين.